السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وهنعمل رقاق، ومعانا هنا نص كيلو لحمة وزيه نص كيلو بصل. وهنضيف البصل الاول ونشوحه عشان ينزل الكرملة دي طعم للحمة، ومش هنقلب اللحمة كتير عشان ما تنزلش العصارة اللي فيها. وبعد كده هنضيف الفلفل الاخضر ونديها تقليبة، ونضيف عليها البهارات الحلوة اللي هي عبارة عن فلفل وكمون وكزبرة وبهارات سبعة او بهارات لحمة على حسب. ونسيبها تشوح ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ولما تشوح وتقرب تستوي هنضيف معلقتين صلصة وملحها ونظبط ما حدقنا. وبعد كده هنعمل الخلطة للرقاق. الخلطة دي عبارة عن ايه؟ هنجيب الاول معلقتين سمنة بلدي او زبدة، ونضيف عليهم نص معلقة بيكنج باودر ونقلبها كويس جدا لغاية ما تبقى كريمي كده. وبعد كده معانا كوبايتين شوربة، وهنضيف عليهم كوباية لبن، وهي شوربة طبعا فيها بهاراتها ومتملحتها، ومعاهم كمان معلقة زبدة أو سمنة بلدي على حسب الموجودة عندكم. ولو حبينا بس نزود حبة ملح صغيرين عشان نظبط الدنيا، ورشة فلفل أو مفيش، أنا كده كده هي تمام، الشوربة تمام. وهنبل الرقاقة في الخليط بتاعنا، وهنرصها في الصينية، وبين كل رقاقة ورقاقة هندهنها بالزبدة اللي احنا عاملينها بالبيكنج باودر دي عشان تساعد على توريق الرقاق ما يبقاش مكتوم. وندهنها، وبعد كده هنضيف في النص على الصاج بتاعنا حوالي من تحت 4 رقاقات ومن فوق 4، وهنعمل نفس الوصف طريقة تاني. هنضيف برضو الرقاق في الشوربة الخليط اللي احنا عملناه، ونرصها عليه، وبين كل رقاقة ورقاقة هنحط السمنة، وبعد كده نحط على الوش سمنة، وهنحط من الخليط دوت على الوش ونضيفها في الفرن